مرحبا. أصعب شعور بالحياة هو من تنجازي بذنب غيرك وتدفع ثمن مو إلك. تدرون ليش العراقي يقول احترق الأخضر باليابس، أو احترق الأخضر بسعر اليابس؟ تخيل نار قوية تشتعل بحطب يابس. من الطبيعي اليابس يحترق، بس المصيبة من تكون اكو أشجار طرية بنص هذا الحطب، النار ما راح تفرق بيناتهم وراح تاكل الكل. هذا المثل يضرب للظلم اللي يشمل الكل، من تنحط عقوبة جماعية على الموظفين بسبب واحد غلط، من سبب واحد غلطي، أو من تشتعل فتنة بالمنطقة ويروحون بها ناس ما لهم علاقة. هنا يقول عاقب بحسرة عم احترق الأخضر بسعر اليابس وضاع الحق ويا الباطل. بصراحة مريتوا بموقف حسيتوا بيه لكم أو إنكم الأخضر اللي يحترق بذنب غيره؟ احكوا لنا تجاربكم بالتعليقات، بدون ذكر اسماء طبعا، وتابعوني وإن شاء الله قصة جديدة لمثل. في مال الله.